العادات هي الطريق اللي بنمشي عليه علشان نوصل للأهداف بتاعتنا. يا بنات، احنا مش محتاجين ابدا نقسى على نفسنا او نلتزم ب20 عادة علشان نوصل للنجاح اللي احنا نفسنا فيه. احنا ممكن نلتزم بعادات بسيطة قوي، عادة او 2 بالكتير، 3 ماكسيمم يا بنات، عشان نوصل لأهدافنا. فلو مهتمة بقى بالعادات وعايزة تغيري نفسك في 2026، روحي هاتي حاجة دافية تشربيها، ورقة وقلم، ويلا بينا نبدأ على طول. التزم بالعادات. العادات هي الطريق اللي انا بمشي عليه عشان اوصل لهدف معين انا عايزاه. فلو مثلا انا هدفي دلوقتي ان انا عايزه اخسر وزن او اكسب وزن ايا يكن، لو انا افترض ان انا عايزه اخسر وزن، فانا محتاجه التزم بعاده الاكل الصحي، بعاده شرب الماء، بعاده الرياضه. فدي كلها عادات انا لازم التزم بيها عشان اوصل للهدف بتاعي. طب لو انا دلوقتي هدفي ان انا اطور عقلي او اطور شخصيتي او فكري يتغير او ابص الامور او اثقف نفسي، فانا محتاجه التزم بعاده التعلم، محتاجه التزم بعاده القراءه، محتاجه التزم بعاده البودكاست. طب انا دلوقتي لو هدفي ان انا عايزه اقرب من ربنا وتكون علاقتي كويسه، فانا محتاجه التزم بعاده الصلاه، بعاده تدبر القران، الاذكار، الصيام. هي دي عادات؟ طبعا عادات. انت لما بتلتزمي كل يوم بانك تصلي الصلاة على وقتها، فانت بتبني لنفسك دلوقتي عادة وروتين. فالاول بيكون في مجاهدة، والاول بيكون في تعب. ليه؟ لان الحاجة دي انت مش متعودة عليها. فدايما اللي بيبقى عايز يصلي ومش قادر يقوم يصلي، ليه؟ علشان هو مش متعود. فعشان كده انا بقولك دي عادة، هي عبادة وعادة. فاحنا دلوقتي لما نعود نفسينا ان انا هقوم دلوقتي هلتزم بصلاة الفرض، وبعد كده لما اكون خلاص اسست نفسي في صلاة الفرض، ابتدي ان انا اصلي الصلاة على وقتها، وبعد كده ابتدي ان انا اصلي السنن، وبعد كده ابتدي اصلي قيام الليل بقى، وبعد كده اقول الاذكار بتاعتي كاملة، وان انا احفظ قرآن. يبقى انا ببدأ خطوة 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 خطوة، ما بعملش كل ده مرة واحدة يا بنات. وهنا يا بنات انا بوريكم ازاي انا مخططة او ازاي انا بخطط للعادات بتاعتي. فهنا مثلا معانا يا بنات الهدف هنا خسارة الوزن، لان انا طبعا عايزة اخس 20 كيلو يا بنات. تخيلين انا عايزة اخس 20 كيلو، مع ان انا خسيت السنة اللي فاتت 10 كيلو ورجعت تاني زدتهم. فانا حاطة ان شاء الله الهدف ده خلال السنة باذن الله ان انا هخس 20 كيلو، يعني عايزة انزل من 80 لحد 60. فيعني طبعا وزن كبير جدا، مع اني وصلت السنة اللي فاتت ل70 ورجعت لما بطلت العادات اللي انا كنت عاملاها لنفسي، العادات الصحية، رجعت زدتهم تاني. فعشان كده بقول لكم يا بنات دايما ان احنا مهما ما انتي ما بدأتي ومهما ما انتي ما نجحتي، لو بطلتي العادات اللي انتي بتعمليها هتنتكسي في اي حاجة، سواء علاقتك بربنا، سواء علاقتك بنفسك، سواء اي حاجة، هتلاقي نفسك تراجعتي. وطبعا الاسترس والضغوطات النفسية بيكون ليها اثر كبير جدا على نفسينا. فعشان نبدأ بداية نظيفة محتاجين ان احنا نقفل الدفاتر القديمة، محتاجين ان احنا نبدأ على نظافة، محتاجين ان احنا نهدى شوية من الاسترس والضغط النفسي. لان انتي مهما ما اشتغلتي على نفسك، على شكلك، على بشرتك، على جسمك، وفي هرمون الكورتيزول ده اصلا بيعلى من الاسترس والضغط النفسي، وده اللي بيطلع حبوب في الوش وبيخليكي تتخني. مهما ما انتي التزمتي بعادات صحية هتلاقي نفسك بتتخني، وده اللي حصل معايا، لان انا طول الوقت متوترة وكانت متعرضة لضغط نفسي كبير. فطبعا ده ادى ان انا زدت تاني في الوزن، وطبعا وشي اتبهدل حبوب وكده. فعايزين نعالج بقى كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله. فانا معاكم يعني في الموضوع ده، كلنا بنقع وبننتكس وبنقوم، وده طبيعي يا بنات. وانا اتعمدت اقول كده في الفيديو عشان اي بنوته بتسمعني دلوقتي حاسه ان هي الدنيا ملخبطه معاها، حاسه ان هي بتمشي خطوه وبتقع 10، كلنا كده وده الطبيعي. فما تجلديش نفسك، ما تقعديش تقولي لنفسك انا فاشله، انا مش هبدا، انا مش هنجح. لا يا حبيبه قلبي، كلنا بنمر بضغط نفسي، بمشاكل. الحياه ما بتمشيش على وتيره واحده، شويه بنلتزم وشويه بنقف وشويه بنقع وشويه نقوم وشويه نكمل، ده الطبيعي. فيعني اذا كان الطقس نفسه الطبيعه نفسها بتتغير،
شويه صيف وشويه شتاء وشويه خريف وشويه ربيع، فاكيد احنا كبني ادمين هنتغير. فمفيش حاجه هتمشي على طول زي ما هي، زي ما انت مخططه، ان مفيش اي، لا، وارد تحصل لك مشكله، وارد حد يجيلك، وارد تنزلي، وارد تسافري، وارد يجرالك اي حاجه تعطلك شويه عن اللي انت الطريق اللي انت ماشيه فيه. فده طبيعي يا بنات. فمش عايزين ان احنا نجلد نفسنا، مش عايزين نملى يومنا كله عادات ومهام، لان وارد يجرالك اي حاجه في اليوم، تجيلك مكالمه، تضطري تنزلي، يحصل لك اي ظرف، تتعبي لا قدر الله، حد من ولادك يتعب، اي حاجه تحصل لك، بعد الشر عنك وعن ولادك يا رب، وعن اي حد انت بتحبيه. ولكن المقصود ان ممكن اي ظرف نتعرض له غصب عننا يخلينا ان احنا ايه، يعني نحيد عن المسار اللي احنا ماشيين فيه، فالدنيا ما تقفش بقى معانا. فلازم دايما تسيبي وقت في يومك فاضي، حتى يا ستي لو مفيش اي حاجه حصلت خالص، اقعدي ارتاحي في الوقت ده. فمش لازم يومك من اول لما تصحي لحد ما تنامي يبقى كله مهام، شغل وبيت وولاد وعادات لا لا لا، مش ده الشكل الحياه الطبيعي. احنا مش روبوت، احنا بشر ومحتاجين نقعد نرتاح. واحيانا بتبقي صاحيه من نومك اصلا مش عايز تعملي حاجه، لا في مشكله حصلت ولا في اي حاجه، انتي صاحيه مقريفه مش قادره تقومي تعملي حاجه. فلما تلاقي نفسك كده، استجيبي لجسمك، واستجيبي واحترمي متطلبات جسمك، ان هو تعبان منهك سواء نفسيا او جسديا او ايا يكن، واديله راحه. يوم ليكي، يوم في الاسبوع راحه من غير مهام ومن غير اي حاجه، ليكي وقت في يومك اصلا راحه، ساعه او ساعتين تقعدي كده تفصلي، تتفرجي على حاجه حلوه، تشربي حاجه بتحبيها، من غير اي مهام ولا اي ضغوطات ولا اي مسؤوليات. فده مهم جدا يا بنات. فانا هنا حطيت عادات ليها علاقه بيه الرياضه والشرب الميه والاكل الصحي عشان الهدف بتاع خساره الوزن، وكاتبه جنب العاده ايه الهدف منها، وهنا القراءه والبودكاست والتعلم، وكاتبه برضك الهدف ايه، تطور شخصي، ان انا حابه اطور عقلي اكتر، اطور نفسي في اللغه، وهنا الالتزام طبعا بالصلاه والورد القراني والاذكار والدعاء والامتنان. دي كلها مجموعه عادات مع بعض انا هعملها مع بعض عشان انا عايزه اتقرب من ربنا، فده الهدف بتاعي. فانت مهم جدا انك تبقي انت حاطه العادات اللي انت عايزه تلتزمي بيها، ومش بكتر العادات يا بنات. انا ممكن التزم بعاده واحده في كل مجال، يعني مثلا في خساره الوزن او في صحتك ممكن تحطي رياضه، ممكن تحطي شرب ميه، حاجه واحده بس، ممكن تحطي اكل صحي، ممكن تحطي فيتامين، انك تلتزمي بانك انت تاخدي الفيتامين بتاعتك، ممكن تلتزمي ان انت تعملي روتين لبشرتك او لشعرك. دي عادات، كل دي عادات لو انت مش متعوده عليها. لو حاجه دي انت بتعمليها اوريدي خلاص ما تحطيهاش. انا بكلم البنات اللي مش حاطينها او مش متعودين عليها. تمام. طيب بالنسبه للقراءه والبودكاست، ممكن تلتزمي بحاجه واحده بس، 5 دقايق قراءة أو 5 دقايق تسمعي بودكاست أو 5 دقايق تتعلمي أي حاجة. ابدأي بحاجة واحدة بس، حاجة تكون بسيطة. لو انتي مش ملتزمة بالحاجات دي كلها أصلا وجديدة عليكي، فما ناخدش كل ده يا بنات، بناخد حاجة واحدة بس. أنا اوريدي عشان الحاجات دي أنا بعملها أصلا، أنا حاطة كل شوية حاجات كده مع بعض، لأن أنا اوريدي الحاجات دي أنا بعملها ومفيش فيها صعوبة. وبرغم ان انا بعملها بقالي فترة بسمع بودكاست، ولكن انا برضك حطاهم بشكل بسيط قوي، 5 دقايق و5 دقايق، يعني حاجات بسيطة. ليه مش عايز احط بقى ايه نص ساعة قراية ونص ساعة تعلم ونص ساعة، لا، حتى لو الحاجة انا متعودة عليها بس انا بحطها بشكل بسيط مش هكسل. لما انا احط 5 دقايق ابقى انا عارفه 5 دقايق يعني مش هياخدوا مني حاجه. انا لو عملت وقت على الموبايل 5 دقايق وقريت خلاص انا كده قريت يعني النهارده ورضيت ضميري. تمام. فالمهم ان احنا نبسط الموضوع على نفسنا، مش بكتر الحاجات ولا بكتر الوقت. انتي لو التزمتي بس ب5 دقايق كل يوم قراءه، شوفي انتي هتكوني قريتي قد ايه على مدار السنه. صدقيني 5 دقايق قراءة دول يعني ممكن تكوني مثلا بتقري صفحتين او 3، فمش قليلين ابدا. هم تحسي ان هم قليلين 5 دقايق قراءة، بس هم في الحقيقة انت ممكن تكوني قريتي صفحتين 3 من كتاب. فتخيلي انت كل يوم بتقري صفحتين 3، مش مفوتة يوم، لان اوريدي 5 دقايق. فالعقل مش هيضحك عليكي ويقولك ده 5 دقايق ده كتير ويكسلك، فهتلاقي نفسك قاعدة بتعمليها. ليه؟ لانه 5 دقايق. فتخيلي على مدار السنة هتكوني قريتي قد ايه. تخيلي لو انت بتتمرني كل يوم 10 دقايق وقطع سكر مثلا وبتشربي مية، على مدار السنة جسمك هيوصل لفين لو انت عايزة تخسي. لكن لما انا اقول انا هتمرن نص ساعة كل يوم هتكسلي، خصوصا لو في البداية. تمام.
هتلتزمي شويه وبعدين هتزهقي وهتملي. نفس الحكايه بالنسبه للصلاه، التزمي الاول بالصلاه، بعدين الورد القراني، بعدين الاذكار، وهكذا واحده واحده يا بنات، واحده واحده على نفسك. الورقه دي يا بنات انا بتكون عامله زي الكراسه بتاع السكتش بتاع الماس بتاع ولادنا. بتتجاب من مكتبة، ممكن تطبعيها، ممكن تجيبي كراسة بتاعت الولاد، تسرقي ورقة كده منهم، ايا يكن، تعملي انتي دواير ومربعات بايدك، يعني تصرفي تمام. وهتحطي بقى هنا ايه علامة صح كل يوم قدام يعني العادة اللي انتي هتلتزمي بيها، وتشوفي بقى نفسك لمدة اسبوع، اسبوعين، شهر، على حسب انتي عاملة كام دايرة. يعني الدواير دي تكفيكي اسبوعين، تكفيكي قد ايه، شوفي انتي حابة تعملي ايه. وطبعا ما ننساش المهام بتاعتنا يا بنات، مهامنا في البيت، مهامنا مع الولاد، مهام الشغل لو انت بتشتغلي، دي اسمها مهام غير العادات. العادات لهدف معين انت عايزه توصلي له، لكن المهام دي حاجات اوريدي انت يوميا بتعمليها. يعني انت كل يوم هتروحي الشغل، مفيش يوم هتيجي تقولي لا انا مش هروح الشغل، انت مجبره تروحي. كل يوم محتاجه تاكلي ولادك وتطبخي لهم وتذاكري لهم وتحميهم، دي حاجات اساسيه انت هتعمليها كده كده. مفيش يوم هتيجي تقولي انا مش هاكل عيالي النهارده ولا مش هذاكر لهم النهارده، تمام. في مثلا البيت، مفيش يوم تيجي تقولي مش هروق، هتروقي حتى لو من على الماشي. يعني ممكن مش هتنضفي تنظيفات عميقه اكيد كل يوم، لكن على الماشي هتروقي كده كده. فمهام البيت او الغسيل او الكلام دي اسمها مهام بنعملها كده كده اوريدي، فمش شرط تكتبيها في التودو ليست بتاعتك، مش شرط تكتبيها في العادات بتاعتك. احنا بنكتب العادات عشان دي حاجات ممكن تعمليها وممكن ما تعمليهاش. يعني دي ممكن النهارده تقولي انا مش هقرا، لكن مش هتقولي انا مش هعمل اكل لولادي. ممكن تقولي النهارده انا مثلا مش هسمع بودكاست، مش هتمرن، لكن مش هتقولي انا مش هروح الشغل مثلا. فاهماني؟ فاهمه اقصد ايه؟ ففي فرق بين المهام اللي احنا اوريدي كده كده بنعملها، فدي بقى ما تسحميش نفسك فيها وتكتبي انا هطبخ النهارده، انا هروق البيت، انا هنزل الشغل. ما تكتبيش، انت كده كده الحاجات دي بتعمليها تمام. والعادات لو انت في عاده اوريدي انت بتعمليها اوريدي خلاص، زي الصلاه مثلا، في ما شاء الله بنات يعني خلاص الصلاه ده بالنسبه لهم حياه، ما ينفعش ان هي ما تصليش، خلاص ما تكتبيش. احنا بنتكلم على الحاجات اللي انتي بتعمليها ويوم ويوم لا. يعني ممكن النهارده تقري قرآن، ممكن بكره ما تقريش، ممكن النهارده تقولي الاذكار، ممكن بكره تنسي. فالحاجات اللي احنا بننساها بنعمل لها هابت تراكر، وبنعمل لها متتبع للعادات. هو هابت تراكر عشان بس لو حد مش فاهم هابت تراكر يعني ايه، يعني متتبع العادات اللي هو اللي انا بعملاه ده اسمه هابت تراكر، ان انتي بتتتبعي كل يوم بتعملي صح قدام العاده اللي انت عايزه تلتزمي بيها، سواء قراءه، رياضه، بودكاست، تعلم ذاتي، مهام لها علاقه بالصلاه، بالكلام ده كله. العادات دي كلها مهم ان احنا الحاجه لو انا مش بعملها بشكل يومي من تلقاء نفسي، لو غسيل سنانك بتنسيه اكتبيه، حاجه اللي انت بتنسيها اكتبيها، بتنسي تغسلي وشك وتحطي المرطب اكتبي. اي حاجه عايزه تلتزمي بيها وانت مش متعوده انك انت تعمليها كل يوم، او في يوم بتنسيه ويوم لا، زي الفيتامين مثلا، اكتبي كل الحاجات اللي انت بتنسيها اكتبيها، عشان لو على بالليل مثلا لقيتي نفسك ما عملتيهاش تفتكري وتعمليها. وعجبكم. وكمان يا بنات في مفاجاه، ان المتتبع ده بتاع العادات ده هديه فور فري لاي بنوته هتعملي كومنت حلو على الفيديو ده، هسيبهولك تحت. لما تبعتيلي كومنت هبعتهولك باذن الله، وهسيب لكم لينك الفيسبوك والواتساب للاستفسار عن اي تصاميم انا بعملها، سواء اسعار او صور او اي حاجه. انا بعمل تصاميم بلانر زي دي، كلها PDF، تقدري تطبعيها، موجوده بالغلاف بتاعها. عامله حاجات كتيره قوي للاطفال وللطلاب ولينا احنا كأمهات. فهبقى اسيب لكم بقى اللينك عشان لو عايزين تستفسروا عن اي حاجه. ولكن المتتبع ده هو متتبع رقمي، تقدري تستخدميه على الموبايل وتقدري تطبعيه لو انت حابه تطبعيه. وبس كده. يا رب بقى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني، وما تنسيش ادومه وانقال. يلا باي.